اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وأصحابه أجمعين. صباح الهنا والسعادة، صباح الخير على عيونكم، صباح الخير. أنا كده بنعمل إيه؟ بنعمل لانش بوكس لرودي ولسارة. كنا الساعة 6 الصبح. لا إله إلا الله سيدنا محمد نبينا رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا بنفتح العيش بالسكينة مشرشرة، بتفتح معايا بسرعة. مبحبش نعمله بالمقص ولا بالسكينة التانية تحيرني اللي هي السكينة العادية، اما السكينة المشرشرة بتفتح العيش معايا بسرعة. هنقسم الرغيف 2 عشان نعرف نحطه في اللانش بوكس. كده طبعا الساعة كانت 6. ماشي. وبقى الولاد عبال ما يقوموا من النوم ويلبسوا هدومهم ويغسلوا كده ونسرح لهم، بتكون ايه يعني 6:30. يعني بيطلعوا من هنا 7 عشان الساعات اتغيرت، على ما يوصلوا تكون 7:30. لا إله إلا الله سيدنا محمد نبينا رسول الله. ربنا كل يعني يخلينا ولادنا كلنا ويبارك لنا فيهم ويجعلها ذرية صالحة يا رب. خلي كل أم ولادها يا رب. كل أم بتكون جاية تعبانة الصبح، مش قادرة. يعني الواحد بيقوم كده يتوضى ويصلي ويقعد يسبح شوية وبعد كده يقوم يتنشط بقى ويقوم يشوف الولاد، اللي عايز يلبس واللي عايز يفطر واللي عايز سندوتشات. دي سنة الحياة. لا إله إلا الله سيدنا محمد نبينا رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللانش بوكس بتاع سارة هنحط لها رغيف ونص، وأوقات والله بترد لي يعني بالأكل تاني زي ما هو، ترجع من البيت بالأكل تاني زي ما هو. وأوقات بتاكل. هما بسلموهم بسكوت وبسلموهم نوعين بسكوت، عشان كده تلاقي الولاد يعني ما بياكلوش الأكل بتاعهم يعني كله كده. كده أنا مقطعة عليها جوافية وخيار. واللانش بوكس بتاع سارة منظم من بتاع رودي.
اللانش بوكس بتاع رودي، دي مكان الجزازة، بس صراحة الله يسامحها هي ضيعت جزازة المية، كل ما نحط لها جزازة مية تضيعها، ان هي في سنة اولى لسه، مش عارفة يعني، مش عارفة لسه تعتمد على نفسها. يعني طبعا حط لها جوافي، ومش عارفة نحطها لها ازاي صراحة في اللانش بوكس دي، بس انا بنحط اللانش بوكس كله في كيس في الاخر، اللانش بوكس كله بنحطه في كيس في الاخر. حاول ان نعدله لها كويس. هنا لبسوا وكانوا ماشيين صعبان عليه، الدنيا عاملة شبورة، بس المدرسة قريبة يعني. ونقول لسارة خلي بالك من رودي، شايفين الشبورة، نقول لها خلي بالك من رودي يا سارة، وتبوسها وتقول لها انا ما واخدة بالي منه. هما في مدرسة واحدة بس هو اللبس مختلف. هنا بقى الفيديو دي من بالليل، كان معايا 2 كيلو دهنة، ماشي، كنت مقطعاهم تقطيعة صغيرة كده بالسكين، واتحطهم بقى على النار يسيحوا كده والطيب بصراحة بتكون حلوة يعني كويس، تعملي منها بامية، تعملي منها طبخ كويس يعني، وكده بتكون كويسة أو محشي، يعني كل مدى نقلبوها تقليبة كده ونحطها على نار مش عالية عشان تطيب براحتها. هنا لونها اتغير خالص حبة بحبة خالص اهوت. فانا راح نضيف عليه كيلو زيت، نضيف كيلو زيت على الدهن، مهوتة النار خالص يعني تحتها، عشان ما لونها ما يغمقش وتمرر ولا حاجة. تكون كويسة يعني، وبتساعد معاك يعني في عمل الأكل وكده، بتوفر. يبقى بنصفيها، صفاها بالصفاية، وحتة الدهن ديت اللي هي قطع صغيرة دي أنا مش هنرميها يعني، هخليها برضو نبقى نحط منها على فاصوليا، نحط منها على على أي أكل يعني، بتكون حلو. عباها في علبة برضو هنشيل. لا إله إلا الله سيدنا محمد نبينا رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واحدة يعني الواحدة فينا تحب توفر شوية يعني في المعيشة شوية يعني الدهنة دي كويسة، تساعد مع سمنة، تساعد بقى جنب منها زيت برضو كده، علشان خاطر كل حاجة الواحد يوفر شوية. ومعلش النهاردة أنا يعني في الفيديو دي مش مركزة، ماشي، علشان تعبانة صراحة، وعندي ضرس صداع كده محيرني يعني.
فأنا اعذروني عشان أنا مش مركزة. فأنا طبعا راح هنسيبها تبرد وبعد كده هنعبيها، مش هنعبيها وهي سخنة كده. اهي اللي طلع منها حلوة، حاجة حلوة خالص وجميلة وريحتها زي الفل، لأنها دي هنا الصبحة جايبينها من عند الجزار، حلوة يعني. هنا بعد أنا ما عبيت قولي عليها سمنة مش دي. اهي اتعبت وختمت خلاص جميلة كده الصبح قبل ما ألبس العيال المدرسة. متنسوش اللايك ومتنسوش تصلوا على حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بجربوا التجربة دي واعمليه، بتوفر معاك صراحة وتكون حلوة، حاجة حلوة وانت عاملاها بإيدك في البيت يعني مش وحش. الشوية التانيين عبيتهم في في علبة صغيرة كده اهي، طعم الأكل وتخلي الأكل طعمه جميل. هي بتنحطش على جميع الأكل يعني، بس برضه ايه هي حلوة مش وحش يعني، بس مرملة وجميلة صراحة. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ما تنسوش اللايك. هي تقعد معاك شوية يعني الشتا كله يعني، تاخدي منها وتعملي.